فضيحة فساد تضرب سمعة الكرة المغربية، ومن الممكن توقيف نشاط البطولة لأكثر من عامين. با بوسيبل، الرجاء نا با بوزوان دان اربيتر باش تربح. الرجاء غتربح بلا اربيتر، مي هاد الاربيتر اليوم حشومه، هادشي اللي دار حشومه. البطل ديالها فريق الرجاء بقيادة الرئيس السابق البدراوي، اللي عطى 15 مليون للحكم القزاز من اجل التحيز التحكيمي لمصلحة الرجاء في الماتش ديالهم مع المحمدية، واللي استدعت فوز الرجاء بهدف ل0. فيديو اليوم غادي نوضح فيه جميع خبايا الفساد التحكيمي اللي يقدر يدمر الكرة المغربية. اولا باش نمشيو معايا في الخط، الامر كيتعلق بثلاثه ديال القضايا. جوج قضايا بخصوص الفساد التحكيمي والتلاعب بالمباريات، والموضوع الثالث ديال تدخل العصبه في قرارات مديريه التحكيم. نبداو بالقضيه الاولى اللي هي رئيس الرجاء عازل البدراوي عطى 15 مليون لاحد الحكام باش يتحيز في القرارات ديالو لفريق الرجاء ضد المحمديه. البدراوي حاول يتواصل مع القزاز وما لقاش طريقه مباشره، واضطر يستعلب احد حكام عصبه الدار البيضاء ليأكد انه كاين حاكم اخر من عصبه مكناس عنده قرابه كبيره مع القزاز. كان لقاء ثلاثي في جروب واتساب، والحكم اللي من عصبه مكناس اكد للبدراوي انه تفاهم مع القزاز. الحكم اللي مكناش ب 15 مليون عطى جوج للكازاوي وخلى ليه 3، مع انه غادي يعطي 10 المليون للقزاز، لكن المكناسي دار لهم راسهم في السطل وما عطى والو للقزاز. هادشي غادي يوصل للكازاوي اللي ما عجبوش البلان انه خارج من لافير كامله فقط بجوج ديال المليون. ناض عطى المزيوده كامله لايتمنى، وبطبيعه الحال ايتمنى ما غاديش يعطل القزاز، وكبروا الامور وصلت للجنه الاخلاقيه اللي واجهتهم كاملين. ايتمنى بطبيعه الحال غادي يجيب الكازاوي وجابوه كشاهد. الكازاوي كان مخبي كل الدلائل، تسريبات الاوديو، تسجيل الاتصال الهاتفي مع البدراوي، وحتى الفيرمو باسم البدراوي. هنا خرجنا بملخص ان رئيس الرجاء رشا الحكم من اجل التلاعب في نتائج المباراه، وهذا الشيء راه عنده عواقب كبيره. وباش نقولوا الحقيقه ان القزاز ما وصلوا والو وما شد والو وما تلعب في حتى شي مباراه. البدراوي تم النصب عليه من طرف المكناسي بسبب ان البدراوي كان باغي يرشي الحكم القزاز من اجل التلاعب في نتيجه المباراه، لكن النيه ابلغ من العمل، والبدراوي كان ناوي يرشي الاربيط، وهذا الشيء كيتسمى تلاعب في نتائج المباريات وعنده عواقب كبيره. اولهم خاص انزال الفريق للدرجه الثانيه وخاصم 15 نقطه من رصيد الفريق مع غرامه ماليه كبيره. هذا الشيء راه تطبق في بلاد الكره اللي هي ايطاليا، واليوفي حيدوا لها اللقب وهبطوا دوزيام سيري سنه 2006. نتمنوا حتى حنا يتطبق غير القانون وتكافؤ الفرص اللي دوا عليه يكون حتى دابا، والا غير نترحموا على هذه البطوله والكره في المغرب. اما الفضيحه الثانيه هي واحد الاوديو مسرب ديال واحد الاربيط كيدوي على ان واحد الشخص مجهول كيرشي الحكام من اجل التحيز لتطوان كونتر الرجاء. لا شوف اللي درناه اليوم راه ما عمرو يندار كاع. راك شفت شحال من خطره قلعنا هذاك البيت بيلانتي، قلعناه حسبنا البيت وفيه الدود، واحد بيلانتي في التالي ما لغينالوش عليه. الا شمتنا هاد المره راه ما عمرين نطلقهم والله هكذا. هاني نقول لك راه اخر مره اللي درتو معاهم اليوم راه ما درتوش حتى المره اللي فاتت. هادشي كاين، ولكن اللي نقول لك واحد الحاجه، انا راه ما كنتفهمش واحد السيد كان كيعطي بريم ضد الرجاء ويجي يقول لك بغيت نسير الرجاء. هذه شوف، هذه ما كتدخلش لدبالي. شوف واحد السيد انا حضرت معايا انا باش المسير ما ينجحش عطانا بريم ضد الرجاء، واليوم كيجي كيقول لك بغيت نسير الرجاء. سير قلب عليه شكون. مما يعني ان هذا الشخص كان باغي الرجاء تهرس وباغيهم يخسروا وباغي ليهم الشتات. طبيعه الحال شكون اكثر واحد حارب البدراوي هو الرئيس الحالي للرجاء بودريقه بجميع الوسائل الممكنه والغير الممكنه. وكان في يدي الامنيه بطبيعه الحال صفحه رجاء كونيكت وولد البوصيري واللايف المشهور اللي فتحوا فيه الشرنا، ولا رجعتوا غير الارشيف غادي تلقاو ولد البوصيري ما خلى ما سب وعاير في البدراوي، واليوم ها هو كيلحس صباط البودريقه وكيدافع عليه كسره من ولده. يعني شكورش الحكم في القضيه الثانيه هو بودريقه والايام بيننا. اما الكارثه الثالثه واللي ما خصناش نساوها واللي ممكن تحبس النشاط الكروي في المغرب هي ان العصبه كتدخل في شؤون مديريه التحكيم، والضبط في قضيه تغيير الحكم في الماتش ديال الرجاء والحسنيه اللي فرضت العصبه على مديريه التحكيم تبدل الاربيط بالزاز، الشيء اللي خلى رئيس مديريه التحكيم عبد الرحيم المتمني انه يستقل من المنصب ديالو، وقال هذا الشيء اللي قلت بالحرف، واللي انا غادي تلقاو في الكومونتير. المصدر هو جريده الصباح وهيسبريس. الشيء اللي غادي ياخذنا القانون الفيفا وفقا للماده 51 من قانون الانضباط تابع القوانين الفيفا، اللي غادي تلقاوه كذلك في الكومونتير الاول، هو ان مديريه التحكيم تكون مستقله في قرارات ديالها وقوانينها، والجامعه ديال كره القدم العصبه الاحترافيه
لو ضبط أن الجامعة أو العصبة عندهم تدخل جذري في قرارات مديرية التحكيم، سيتم تجميد النشاط الكروي للبطولة المحلية ما بين 8 سنين إلى 2 سنين. يعني هذا الشيء اللي وقع إلى تثبت عند الفيفا فراه ممكن يوقفوا النشاط الكروي في البلاد من 2 حتى 8 سنين. هذا الشيء كامل باش يديروا لرجروجة الخاطر ديالها. ختاما، هادشي كامل اللي قلت راه مرفوق بالدليل، ودخلوا لي كومونتير تلقاو لي ريفيرونس كاملين ديال اي حاجه قلتها في هذا الفيديو، مما يعني انه الا ما طبقش القانون على فريق الفساد واوسخ فريق في المغرب غير يحبسوا الكره ويخليوهم يلعبوا راسهم. انا ما اطلب منك لا جيم لا كومونتير، فقط بارطاجي الفيديو لاقصى تقدير، بغيناه يوصل اكثر عدد من الناس ويوصلوا للمسؤولين اللي عندهم ضمير ويتدخلوا يحبسوا هذا الفساد الكروي. تهلا.